مساء الفل والجمال على احلى متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي بجد. الحمد لله احنا النهارده يعني واليومين اللي جايين دول والايام الحلوه اللي احنا داخلين عليها، رمضان واحنا في شعبان دلوقتي. يعني هنحاول ننزل بقى الاكلات والوصفات اللي تناسب شهر رمضان ان شاء الله على خير، وفي نفس الوقت تكون برضو على قد ايه، يعني متناول ايدينا وتكون اقتصادية لحد ما. وهنراعي كل الظروف يعني، لان احنا عارفين ظروف المعيشة دلوقتي والغلاء اللي احنا فيه. انا هعمل النهاردة الاكلة الحلوة دي اللي هي المندي. المندي كما يقول الكتاب. يلا ندخل بقى على الفيديو على طول، ما نتكلمش كتير. معانا فرخة صغيرة كده يعني بتاع كيلو الا ربع. طبعا يفضل ان هي تكون صغيرة عشان هي تدخل الفرن. معانا قرنفل وكبيبة صيني، توم باودر، بصل باودر، قرفة، باودر برضو، وملح. ومعايا عايزه اقول لكم ده، هقول لكم عليه بعدين، القرفة العيدان. واحنا قلنا طبعا قرفة باودر وبابريكا. انا عايزاكم تاخدوا بالكم كويس قوي من المكونات علشان هي كتير. وبهارات فراخ يعني، طبعا اهم حاجة تكون معانا، وفلفل اسمر. احنا بنستخدم معايا بقى قرفة عيدان، ورق لورا، حبهان حب يعني، علشان اللي عايز يطحن الحاجات دي يطحنها المكونات دي. لكن هي مش هتفرق كتير يعني، لان احنا لما بنيجي ناكل بنشيلها من الرز. معايا زيت عشان الرز يبقى مفلفل، او سمنه او زبده زي ما انتوا عايزين. المكسرات اللي بتحبوها بقى، بندق، انا كان عندي بندق، كوبايه زبادي، معلقتين كبار معجون طماطم. مهم جدا يعني. احنا طبعا في المندي بيكون معلقه كبيره زبيب، او معلقتين كبار زبيب، يعني زي ما انتوا عايزين وزي ما تحبوا. هو ده النوع، هو دي المكسرات اللي انا هستخدمها. ودي بقى كل المكونات اللي هي كانت معانا. ومعانا كركم على فكرة. دلوقتي في بولة هحط كل المكونات مع بعضها، البصل البودر والثوم البودر، هحط البابريكا، هحط بهارات الفراخ، كل المكونات الجافة مع بعضها، وهقلبها كويس جدا. لان دي خلطة المندي. هي طبعا في يعني، في مثلا لو انت هتشوي فراخ او كده بتاخدي مية البصل ومية الطماطم، لا في المندي لا. في المندي بنتبل توابل جافة، وبنحط بقى عشان الخلطة تبقى التتبيلة تكون لينة معانا، بنحط عليها الزبادي علشان يلين ال- الفراخ وتبقى ناعمة معانا وكده. آه، حطينا بقى دلوقتي الكركم اهو، وحطينا كل المكونات اللي انتوا شفتوها اللي قلنا عليها. وهنبتدي نقلبها كلها دلوقتي ونخلطها مع بعضها كويس جدا. وهي طبعا معلقة 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 كبيرة من كل حاجة، لان دي فرخة واحدة. وهنحط بقى دلوقتي الطماطم والزبادي والزيت، ونخلطهم مع بعض عشان يكون قوام الخلطة تندر كده وناعم، ونقدر ايه ان احنا ندلك بيه، نتبل بيه الفرخة. وهحط بقى الزبادي والمعجون الطماطم، ونقلب كويس قوي ونخلط التتبيلة بتاعتنا دي، مهمة جدا علشان خاطر اعرف اتبل بيها. وطبعا الزيت عشان يطري شوية معايا. هنقلب كويس قوي ونخلط المكونات دي كويس قوي جدا جدا جدا، علشان نعرف نتبل بيها. على فكرة في حاجات تانية بتضاف لو انتوا حابين. في ناس بتحط لون احمر، وده يعني محبب، يعني انا بحب كده، لان ده بيميز المندي اللي بيتعمل في المطاعم. عفوا. لكن انا زي ما بقول لكم، عايزين نعمل الوجبات على قد ما نقدر اقتصادية. فاللي ما عندوش اللون الاحمر ما فيش مشكلة، هي ماشي الحال يعني. نقدر نعمل نقدر نحط الكركم، والكركم بيدي لون ظريف جدا للفراخ لما بتتشوي. هبدأ دلوقتي ادلك الفرخة كويس قوي، ووش وظهر كده. وطبعا انا مقطعها اللي هو الباتر فلاي، اللي هو على قد زي الفراشة. انتي بتقولي للراجل وانتي بتشتري منه الفراخ، انا عايزه القطع يعني عايزاها بطريقه بشكل ده، او عايزاها مقطعه كلها. يعني براحتك زي ما انت عايزه، هو هيعمل اللي انت عايزاه، مفيش مشكله خالص. طبعا اللي شاف وصفات ليا كتير هيعرف ان انا قد ايه بغسل الفراخ ازاي، وطريقتي في غسل الفراخ. طبعا بالدقيق والملح والليمون والخل، وبنقعها كويس قوي، بحط لها ودان القرفه، وما بسيبهاش لحد ما تبقى ريحتها يعني تحفة كده.
دلوقتي انا كان معايا كيلو رز، انا هعمل كيلو رز مصري عادي، عشان انا بقول لكم احنا مش شرط ان احنا نحتاج الرز البسمتي، وانا عملته قبل كده في وصفات كتيرة يعني في فيديوهات، تقدروا تشوفوها على القناة، هتلاقيني عاملة طريقة الرز البسمتي كتير. فانا دلوقتي عملت رز مصري عادي، عشان عايزة اقول لكم يعني ايه اللي ما عندوش يقدر يعمل باي حاجة، مفيش مشكلة خالص. دلوقتي هنتبل الرز، انا غسلته، وطبعا انا جبت وريتكم الشبكة والقالب اللي هو دورت على قالب يعني يناسب الشبكة وكده، لقيت القالب ده الألمونيا، هو ألمونيا بس حلو قوي، ممكن يمشي معاه ويستوي فيه الرز مفيش مشكلة. انتي بقى حسب القالب اللي عندك، ولو عندك شبكة مفيش مشكلة، ما عندكيش بتحطي الفراخ على الفويل وبتخرميها كده بالخلة بتاعت الشيش طاووق، هتعمل نفس الوظيفة. حطيت انا بقى المكونات الجافة كلها، نفس التتبيلة هي مفيش جديد، وكل حاجة حطينا بقى الكباب الصيني والقرنفل والعود القرفة واوراق اللورة فصوص الحبهان، وطبعا حطيت الزبيب، علشان الزبيب المفروض ان هو هيستوي او هيسخن مع الرز ويستوي ويطرى. دلوقتي هقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها، وما نقلبش كتير عشان الرز ما يعجنش يا جماعه، ده رز مصري عادي، وهنحط له الميه بتاعته زي بالظبط الرز اللي احنا بنعمله عادي على النار من فوق، بس خلوا بالكم ان هو ده هيدخل الفرن. فدلوقتي خلطت المكونات كلها مع الرز، سهلة جدا وبسيطة جدا. في المرحلة دي في ناس كتيرة قوي بقى بتحط لو عندك بودرة زعفران بتدي لون احمر حلو، او لو عندك زعفران بتاخدي كده حاجة صغنونة قوي وتنقعيها في 4 كوباية مية دافية، هيعمل معاكي لون حلو قوي. دلوقتي انا حطيت المية بتاعت الرز، انا حطاها طبعا مرقة، لو ما عندكيش مرقة مفيش مشكلة، ممكن تحطي مية عادي دافية او سخنه، عشان الرز ما يعجنش، ان خلوا بالكم ده رز مصري. فشوفوا انا مسخناها قوي ازاي، وزودت كمان بالميه علشان خاطر ايه، كانك بتعمليها على النار من فوق، ونفس مقدار الميه، يعني عندك كوبايتين رز بتحط لهم 3 كوبايات ميه. ودلوقتي حطيت الزيت ومعلقه زبده كبيره قوي علشان خاطر الرز ياخد نكهه حلوه كده. وهبدأ بقى ما اقلبش جامد، خلاص كده هو كده واخد ميته كلها وتمام التمام. هبدأ بقى اسويه كده، اسوي السطح شوية، وبعدين هشوف الشبكة بتاعتي والفرخة. الفرخة يفضل ان هي تقعد كان في التتبيلة يعني من 3 ل4 ساعات، او لو تعمليها من بالليل وتبيتيها يكون افضل، يكون طعمها حلو جدا، كل ما قعدت في التتبيلة اكتر كل ما كان طعمها حلو. انا شايفة بقى جبت الشبكة وحطيتها، يعني هي مناسبة شوية للقالب ده، وهبدأ ارفع الفرخة بتاعتي عليها. هي كده تمام تمام، ودي طريقة المندي الأصلية، ان لازم هو ينزل الفراخ، لازم تنزل الجوس بتاعها والعصارة بتاعتها طول ما هي بتستوي على الرز، عشان كده بيقولك هو مندي يعني بالعصارة بتاعت الفراخ. وخدتها كده يعني نقطة زيت زيتون على الوش عشان ما تلزقش في الغطاء اللي هو ورق الزبدة وورق الفويل اللي انا بغطيه بيه. بغطيها بقى باحكام بورق زبدة الاول، واحاول ان انا اقفلها كويس قوي علشان خاطر اللي هي هتستوي على البخار. فطول ما انا مقفلاها وكتماها كويس هتستوي جدا، وهتستوي بسرعة كمان. فهبدأ بحط ورقة زبدة الأول، وبحاول ان انا يعني اقفلها، وهحط عليها الفويل واقفل كويس جدا. لما بتيجي تدخليها الفرن، طبعا الفرن بيكون ساخن مسبقا يعني على درجة حرارة 200 او 220، لان دي فراخ بتحتاج حرارة عالية، بس عشان الرز ما ينشفش معانا وكده يعني خليها على 200. وفي الاول انصحك ان انتي تحطيها على الشبكة اللي تحت، يعني في اول تلت ساعة تحطيها على الشبكة اللي تحت، علشان الرز يعني يغلي مع الشوربة اللي هو فيها، وكمان الفرخة تسخن. فبعد كده بقى برفعها على الشبكة اللي في النص، واسيبها تستوي براحتها، تاخد معايا من ساعة لساعة ونص. الموضوع يعني سهل جدا وبسيط جدا، وفي ثانية الفراخ بتكون مستوية وجميلة جدا، ومفيش اي مشكلة خالص. بعد ما طلعت معايا بقى بعد ساعة ونص، هي يعني المفروض ان هي تقعد ممكن اقل من كده، بس انا عشان كانت فرخة من الفراخ البلدي فبتغيب شوية في السوا، بس على قد ما انت كنتي كاتماها قوي مقفلة عليها،
بتستوي معاكي. خلي بالك بقى في المرحله دي وانتي مطلعها تفتحيها بالراحه جدا، علشان البخار بيكون شديد قوي سخن جدا المكتوم ده. بصي طالع ازاي، فممكن يحرق الايد، فخلي بالك قوي. عايزه انبه عليكي في المواضيع دي بالذات. وبعد كده بقى دلوقتي احنا هنبدا. بصوا شكلها حلو ازاي، بصوا شكل الرز حلو ازاي، تحفه يا جماعه. والطعم بقى يعني مش عايزه اقول لكم حاجه هايله هايله هايله. هطلع الورق الزبدة، وبعدين الفرخة بعد كده باخدها بقى على الفرن اديها وش تاني. بمسحها بلمعها بالفرشة كده بمعلقة سمنة او زيت، واخدها على الفرن عشان تاخد وش لون. وباخد الرز، خلاص هو الرز كده استوى معايا تماما يعني، مش محتاجة كلام. شفتوا، بصوا هو رز مصري طالع مفلفل وزي العسل، وطعمه كان حلو جدا 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 ما اقولكمش يعني. في لو حابه بقى تحطي تولعي حته فحمه وتحطيها في النص وتقفلي عليها مفيش اي مشكله. بس يعني خلي بالك المندي ممكن ما يحتاجش حاجه زي كده. فانا خلاص دلوقتي هغرف الرز معايا، هو سخن قوي. هغرفه في سيرفيس كده، ووديت الفرخة تاني في الفرن علشان حطيتها تحت الشواية عشان تاخد لون. وبجد اكلة سهلة وما خدتش وقت خالص. هي بس ايه ال الرز عموما البخاري، والرز اللي احنا بنعمله على البخار بيحتاج توابل مختلفة شوية ونكهات مميزة يعني. فهو ده اللي بيخلينا نستخدم انواع كتيرة من التوابل. لكن الموضوع كله بسيط جدا وسهل جدا. طبعا انا البندق اللي كان عندي حطيته، ده طعم حلو قوي للرز. والزبيب كان جوه الرز اصلا مستوي معاه، كان تحفة جدا. والاكله دي بدل ما نعملها، بدل ما نروح بقى عايزين ناكل مندي في المطاعم ونروح يعني نخرج الولاد وكده، فانت عاملاها في البيت، ضمناها وغسلها كويس، وعارفه انت عاملاها ازاي، وفي نفس الوقت ما حرمتيش ولادك وما خليتهمش نفسهم في حاجه. بجد المفروض يعني الامهات تحاول تقلد المطاعم كده وتقدم لهم حتى البرزنتيشن زي المطاعم. ده بيفتح النفس قوي. انا عملتها، هي الفرخه خدت لون يا جماعه تحفه، ومع سلطه الدقوس او الدقوس، جميله جميله جميله. هنزل لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله. يا رب بس تعجبكم. وادي الاكله بتاعتنا. ويا ريت اللي نفسه في اي حاجه، او اللي عايز ان انا اعمل له اي وصفه يقول لي في الكومنتات. ويا ريت ما تبخلوش عليا بلايك، هو لايك يعني، تفاعلوا كده معايا ان شاء الله، علشان لما انزل اي فيديو يجيلكوا على طول، ما تحسوش بالغياب ولا حسوا ان ايه، ان انا مش موجوده يعني. انا عارفه ان انا يعني تقلت عليكم وطولت عليكم، بس هي حاجه بسيطه يعني، بس التكه كده لايك و... وسبسكرايب، هكون ممنونة قوي وميرسي جدا يا جماعة. ويا رب الفيديو يعجبكم والوصفة تكون حلوة. باي باي.